نجاوبكم على موضوع الاحتراز. حبيت في البدايه نشكر حسام بولعراس وطاقم التحكيم نتاعو على الشوط الاول اللي زفروه. انتم كنتوا تتبعوا معنا في المقابله وتقريبا كلنا متفقين وانهم عداوا شوط اول ممتاز من الناحيه التحكيميه، لكن سبحان مغير الاحوال في الشوط الثاني رينا طاقم التحكيم عباره مش نفسه اللي زفر الشوط الاول. قعدنا احنا نتساءل شنو هي الاسباب، عرفنا انه بين الشوطين الاحداث اللي صارت في التيونان قدام حجرات الملابس نتاع الحكام هذوما ربما هي اللي كانت السبب في التغيير الجذري اللي وصل حتى ل 180 درجه في المردود نتاع الحكام، اللي رينا حتى في من ناحيه الاخطاء اللي ارتكبها، من ناحيه اللعب اللي شفناه في المباراه، نحسوا انه مش نفس الحكم نتاع الشوط الاول. لان الحقيقه شيء اسف معناها في مقابله تقريبا هي من اقوى المقابلات في البطوله التونسيه، نشوفوا اللي شفناه ما بين الشوطين من فريق كبير في تونس، من فريق عاده معناها نقولوا انه في مقابلات من النوعيه هذه ما تصيرش الاحداث اللي شفناها. هذه الحقيقه ذكرتنا بمقابلات ربما تصير في اقسام سفلى، لكن المؤسف الامر انه الاحداث هذه صارت اليوم في ملعب رادس في اقوى مقابله في البطوله التونسيه، واللي يزيد يأسف اكثر وانه صدرت على مسؤولين كبار في جمعيه الترجي الرياضي التونسي. عندنا حتى تم توثيق الوقائع هذه، فما صور وتو الفيديوهات تشوفوها الناس الكل. انتم ما شفتوش ظهر ما شفتوش، لكن اللي صار بين الشوطين عمليه ممنهجه نتاع اعتداء على الحكام الشبان هذوما بجميع انواع السب وبالاعتداءات اللفظيه وغير اللفظيه، وهذا تم توثيقه وتو الناس الكل تشوفوه. بالنسبه للاحتراز فما بروتوكول نتاع فار هو اللي يحكم معناها المساله هذه. احنا حسب ما شفنا توا وانه فما مخالفه للبروتوكول نتاع الفار، هذا اللي وثقناه في ورقه المقابله، وبالطبيعه فما تقرير تكميلي توا غدوه نكملوا نبعثوه للجهات المسؤوله.